السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اذكروا الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هنتكلم النهاردة عن حاجة مهمة بتهم أي مربي للطيور أو أي ست عندها شوية فراخ في البيت أو شوية طيور عاملاهم للبيت او تربية للبيت، تاخد منهم بيض او بتاخد منهم تربية للحم. لازم في شوية حاجات كده نهتم بيها عشان الطيور اللي عندك ما تربيهاش وفي الاخر تلاقيها عيت منك وحصل لها بعض الفيروسات، حصل لها بعض الامراض اللي ممكن تؤدي ان الفرخ يموت منك، وفي الاخر تلاقي نفسك بدل ما انت تستفيدي وبتوفري للبيت بتلاقي نفسك كلفت نفسك على الفاضي، وفي الاخر خسرت الفلوس اللي انت اشتريت بيها وخسرت تعبك اللي انت تعبتيه مع الفراخ. لان اللي برضو اللي بيربي فراخ بيبقى فيه انها بتصحى وتطلع لهم وبعد العصر تطلع لهم وتحط لهم ميه وتغسل اواني الميه، يعني برضو فيها تعب لست البيت، ولكن تعب يعني مش تعب كبير، ولكن فيها نسبة تعب. طبعا كل شقاك وتعبك وفلوسك بتضيع على الارض بسبب حاجات بسيطة انت ممكن تعمليها للفراخ او للطيور اللي انت بتربيها. هتتلافي اي مرض ممكن يحصل لهم، اي مشكلة، اي فيروسات ممكن تجيلهم، اي مرض ممكن يؤدي لان هو تلاقي كل الفرخ عندك ماتت مرة واحدة. فاحنا بدل ما نروح نلاقي الفرخ عي مننا او الطير اللي عندي عي وادور على الادوية البيطرية وادور على العلاج وادور اديله ايه وهيكمل معايا ولا هتلاقوه مات منكم، طب ما احنا نتلافى الموضوع ده. وخاصة دلوقتي في كتير من الادوية البيطرية للأسف مغشوشة مش كويسة، ده ممكن تزود هي موضوع ان الفرخ ممكن يموت منك. طب وعلى ايه ده كله؟ ما احنا ممكن حاجات من مطبخك تزودي بيها مناعة الطيور عندك، تقتلي اي فيروسات ممكن تجيلهم، اي بكتيريا، اي امراض ممكن تيجي للطير. وخاصة في الاوقات اللي هي بين الصيف والشتاء وبين الشتاء والصيف زي الخريف زي الربيع، بتلاقوا موضوع الامراض الطيور والشوطة بتجيلهم في الوقت ده اكتر من اي وقت تاني اللي هو تغيير الفصول. طيب بدل ما قلنا ندور على الحاجات البيطرية والأدوية، هي حاجات من مطبخك. أول حاجة زي ما انتوا شايفين دلوقتي أنا بقطع راس توم ولا بقشرها، مش هقعد أقشر لسه كأن هنعمل ملوخية، لا احنا مش فاضيين. هنجيب السكينة زي ما انتوا شايفة وتطلعي، تحاولي تطلعي الورق اللي من فوق حوالين الراس بس، وبالسكينة قطعي كده هيتقطع معاكي حتت والطير هينقط فيها ما تلاقيش يعني مش هقولك اقعدي فصصي لهم راس توم ولا، يعني لو انت مستعجله هو في خلطات ممكن تفصصيها بقى وهنقولها دلوقتي، ولكن لو انت بقى مستعجله ومشغوله وما عندكيش وقت وانت طالعه تاكلي الطيور، خدي راس توم معاكي وقطعيها وانت قاعده معاهم كده. ويفضل قبل ما ياكلوا، دول كانوا كلوا، بس يفضل بعد كده ما تقطعي راس توم قطعيها قبل ما ياكلوا على الريق كده عشان الطيور تبقى جعانه وتاكلها ما تغضبش عليه، وفي نفس الوقت يستفيد منها جسم الطائر اكتر. اهو خدنا وقت واحنا واقفين كده بالسكينة، مش هتقشري ولا هتعملي، هتقشري بس الحتة اللي من فوق دي، القشرة الكبيرة اللي من فوق، وبالسكينة قطعي حتت كده بالعرض. هتلاقي التومة بتتقطع معاكي لثلاث تلات قطع لقطعتين لاربع قطع على حسب السكينة اللي انتي ماسكاها او بتقطعي بحجم قد ايه. اهو مفيش راس توم، بصلايه بقى وانت طالعه خدي بصلايه وبرده مش هتقشري الحته اللي من فوق بس، وقطعيها كانك بتخرطيها لطبخه ولا لاي حاجه هتعمليها في المطبخ. اسهل حاجتين ممكن تلاقيهم في اي مطبخ وسهلين معاك وبيدوا مناعه قويه للطير. التوم ده قاتل فيروسات قوي اللي بيدي مناعه قويه، هو والبصل من الحاجات اللي بتدي مناعه للانسان، فما بالك للطير. فطبعا اكيد هيكون مفيد جدا، وده بيمنع، انت كأنك كده بتديهم دواء مناعة يعني يقاوم اي مرض ممكن يجيلهم. من الخلطات برضو اللي ممكن نعملها، ودي خلطة برضو يعني رهيبة، تعمليها مثلا مرة في الاسبوع خاصة في ايام الشوطة، مثلا كل 3-4 ايام تعمليها مرة. بتجيبي شوية توم على بصلاية على شوية خل على ليمونتين حلوين كده دول، وعلى كمان معلقة كركم
واضربيهم في الخلاط بقى بكوباية مية. الخلطة دي اضربيها في الخلاط، يبقى الخلطة اللي احنا بنقول عليها بصلاية، شوية توم، طماطم، قصدي ليمونتين، احنا دخلنا في الاكل كده، ليمونتين، معلقتين خل، كوباية مية، معلقة كركم، واضربيهم في الخلاط كويس. صفي الكلام ده، اللي هيتصفى وينزل السائل اللي هو صفطيه حطيه على السقوة بتاعة الفراخ. حط كوباية مثلا على لتر ولا لترين مية، وحطيهم للفراخ الصبح كده على الريق يشربوا، تكوني معطشاهم كويس عشان يشربوا كمية كويسة من الخلطة دي. دي برضو من الحاجات اللي هي يعني بتخليكي كده ان شاء الله كده باذن الله ربنا يطمنك كده على الفراخ، وتلاقيها ما تعياش منك وما تاخدش اي مرض، وخاصه بين الفصول. اعملي الخطوه دي مره في الاسبوع في الايام العاديه، لو ايام شوطه بقى وتغيير الفصول اعمليها كل 3-4 ايام. طيب التفل اللي اتبقى، احنا صفينا المشروب ده، هيتبقى تفل، التفل ده نرميه؟ لا، ازاي، ده كنز معاكي. جيبي بقى شويه العلف اللي هتحطيهم او خلطه الاكل اللي انت هتحطيها، حط شويه التفل ده اللي في المصفايه، وقلبي الاكل بيهم كده. انت كده زياده اكل في مناعه قويه. السقوه اللي انت حطيتيها نفس الكلام. فمن الاخر اللي هياكل الفرخ هيبقى زي الفل، الميه برضو هيشربها زي الفل. ده باذن الله احنا بنعمل اللي علينا. فطبعا الانسان اللي بيتعب على الحاجه كده وبياخد باله، اكيد ربنا ان شاء الله بيجازيه وبيلاقي الحاجه بتاعته كويسه، ما فيهاش نافق، ما فيهاش امراض، وتقعدي تفكري بقى هتعالج ازاي. وموضوع علاج الطير ده ساعات بيبقى صعب، في امراض معينه بيبقى صعب، وممكن بعد ما تقدمي ادويه وعلاجات تلاقيه برضو في الاخر للاسف مات منك. يبقى انت صرفتي ادويه وصرفتي اكل وشرب، وفي الاخر ايه؟ عودك طبعا على ربنا. بس احنا ليه ما ناخدش بالنا من الاول وتعملي الحاجات الوقائيه دي؟ شويه كركم تحطيهم ترشيهم على العلف، شويه كزبره، شويه كمون، من الحاجات دي اللي بتظبط معده الفرخ وبتظبط الكبد بتاعه. يعني حاولي في الاكل دخلي كل الاعشاب، الحاجات اللي بتدي مناعه للفرخ، بتدي تقويه لمعدته لكبده. فتريحي دماغك من الاول وخليكي في الخلطات والحاجات الطبيعيه اللي في المطبخ. شويه شيح تعالجي بيهم لو في ديدان للفرخ، شويه شطه نفس الكلام. كل الاعشاب في المطبخ حاولي تدخليها في اكل الطير. لو انتوا معايا لغايه دلوقتي ما تنسوش اللايك، وما تنسوش ان انتوا فعلا تطبقوا الخطوات دي، هتفرق معاكم جامد. وهتحسي لا الطير عندك فيه صحة، في انتاج للبيض مستمر. لو بتربي فراخ للبيض مش بيقطع معاك، لان هو مش بيعي، لان الفرخة لما بيعي بيقطع انتاج البيض. لكن ده مش هتلاقي طبعا ادوار عيا، فبالتالي مش هيقطع معاكي انتاج البيض. هتلاقي عندك لو بتربي للحم الديوك عندك مثلا، هتلاقيها قوية ومتغذية حلو، ما جالهاش اسهالات، قمت تلاقي الوزن نزل. لا بالعكس، الوزن بيزيد كل شوية. فدي من الحاجات